ايوه يا استاذ جلال، ممكن تجيلي البيت النهارده؟ لا ماليش مزاج اروح المكتب، من فضلك تعالى لي البيت، في موضوع مهم عايزك فيه. يعني شفت المسج وما ردتيش، يبقى اسمه ايه ده؟ كلميني اول ما تفضي. باي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أميرة تعالي من فضلك. اوكي. سوري يا روحي، مشغولة شوية وهخلص واكلمك. على فكرة انت كمان وحشني. وصلت لدالي عبد الرحمن؟ لسه بس هوصل لها. الكارت ده جه امتى؟ ده جالك يوم وفاة لوجة الله يرحمها. طب اتفضلي انت يا أميرة. انت البوب. ايوه اللي شغال مع عماد القط. بالظبط كده. فين الراجل ده؟ غطسان بقاله شويه. هو انا معرفش. طب هو مغير نمرة تليفونه؟ يمكن. يمكن ازاي؟ انتوا مش شغالين مع بعض؟ لا انا كنت شغال معاه. المفروض نديم باشا مستنيني دلوقتي وفي ميعاد ما بيننا. وانت كل مواعيدك كده مش عارفاها؟ وللاسف كل مواعيدي معاه بتبقى حاجات خاصه بيني وبينه. طب ثانيه واحده اتاكد. اتفضلي. مستر نديم، البوب هنا وبيقول ان عنده ميعاد. اوكي. أهلا بيك يا باشا. استعد يا بطل المرحلة اللي جاية بتاعتك. خدامك يا باشا. إيه حكاية مراته دي؟ ولا حاجه يا باشا، هي فضلت تدور عليه كام يوم، ولما ما عرفتش توصل لحاجه بلغت البوليس. وبعدين؟ ولا حاجه. جه البوليس ودور في كل حته بيروح وسأل كل الناس اللي يعرفوه، وفي الاخر بلح. والمكان اللي كان موجود فيه؟ دخلوه يا باشا، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا. شلت كل اللبس وكل الحاجات؟ اطمن يا باشا، المكان اتنضف من يوميها، ما خليتش فيه الهوا. والمحلول اللي سيادتك اديتهولي رشيته على الجثه، وتاني يوم الصبح رحت اطمن عليها، ما لقيتش غير شويه عظم يا باشا. وعلى بال ما مسحت البصمات وشلت كل حاجه كانت في طريقي، لقيت لك شويه العظم دابوا. قال لي يا باشا، المحلول ده بيتباع فين؟
يعني عشان هتجوز بنتي تتاخد مني؟ للأسف هو ده اللي هيحصل. هو ده القانون يا مدام ملك، وأنا ما ينفعش أخدعك ولا أضحك عليكي وأقول لك إن إحنا هنكسب القضية دي. بالعكس، القضية دي خسرانة. يعني عشان بنتي تفضل معايا ما اتجوزش، انما رافق في السر ماشي، اتجوز عرفي برضو ماشي، لكن اتجوز كده قدام الناس زي الناس المحترمه طليقي ياخد مني البنت، وهو عادي بقى يتجوز ما يتجوزش براحته. لا مش براحته قوي يعني. القانون 25 لسنة 29 المعدل بسنة 2005 كان واضح وصريح في موضوع شروط الحضانة دي. يعني مثلا لو مامة حضرتك كانت عايشة الله يرحمها كنا ممكن نرفع دعوة باسمها ونطلب حضانة البنت ليها، وكنا ممكن نقول إن الأب متجوز واحدة تانية وإن مرات الأب غير أمينة على حضانة البنت. طب يا أستاذ جلال، هو ما فيش حاجة تاني ممكن نستغلها ضده في المحكمة؟ بنتي بتتعالج وعايزة عناية ورعاية وتاخد كيماوي، وده ممكن يبقى مش لمصلحته، ممكن استغله ضده. يا مدام ملك اسمعي مني، القضية دي خسرانة خسرانة. ده كفاية إنه ممكن يستغل إن أنت سيدة أعمال وما أنتش فاضية لها، ويا سلام بقى لو معاه محامي عقر واستغل موضوع مريم واللي حصل لها مع الليسي وقال إن ده مش مستبعد إن يحصل مع البنت. طب إيه الحل؟ هو في حل واحد، إنك تقعدي مع طليقك وتحاولوا تحلوها بشكل ودي. ودي؟ أنت تاني؟ هو أنت ما فيش حاجة بتتحل معاك غير ودي؟ امال انت عايزاني اقول لك ايه؟ عايزاني اخدعك واقول لك يلا ندوس في القضيه للاخر واجر منك مصاريف واتعاب واجراءات ومذكرات عماله تتكتب وفي الاخر نخسر القضيه وارجع اقول لك ما تقلقيش لسه في استئناف ونقض؟ لا يا مدام ملك، انا ضميري المهني ما يسمحليش ان انا اعمل معاك انت كده بالذات. طب يا أستاذ جلال قول لي أعمل إيه دلوقتي؟ أتصرف إزاي؟ هو الحل الودي مفيش غيره. طب وافرض ما وافقش؟ يبقى هياخد رنا. ودي حاجة مستحيلة هتحصل. خلاص يبقى بلاها جواز. اصل الدكتور حازم راجل محترم، دكتور في الجامعه، له صايع وله بلطجي وسمعته زي الفل. ده حتى ما عندوش اي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضيه دي. ما خلاص بقى يا وسام، بلاش فضايح. فضايح؟ وانت لسه شفت فضايح؟ اوه، هنفضل على الحال ده كتير؟ انا بقالي 4 ساعات بفهم فيكي ومش عايزه تفهمي. افهم ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايوه يا عمي، مين ده؟ ايه هار اسود؟ انا وسام، انت مسحت نمرتي ولا ايه يا عمي؟ بالذمه مش عيب اللي انت بتعمليه ده؟ عيب؟ وانت اللي زيك يعرف العيب ولا حد علمه ايه هو العيب؟ مش انت يا عمي طبعا، ده الندل اللي انا متجوزاه. احترمي نفسك يا وسام بدل ما مد ايدي عليك. لا يا شيخ، والنبي لا توريني هتمد ايدك عليا ازاي. ايوه يا عمي، بقول لك انا كلمت خالي فرج وجدي صلاح وابو اشرف، جايين لي الليله دي البيت هنا عشان هتطلق. لا ابقى احكي لك بعدين اما تيجي، ما تتاخرش مستنياك. اوعى تنسى تجيب القايمه اللي الدكتور مضى عليها وانت جاي. كان يوم اسود يوم ما اتجوزت، يا ريتني سمعت كلامك. يلا سلام. انت فاكراني عيل صغير هتهدد باهلك؟ لا سيد الرجاله، عايزه بقى اشوف الليله دي هتسد معاهم ازاي. وديني وما اعبد يا حازم، لفرج الخلق عليك واخليك عبره لمن يعتبر قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ما تخلصي بقى يا وسام. بتعمل عليا انا ذكر، والتانيه اللي بتديك على نافوخك بالجزمه بتوطي تبوس رجلها عشان ترجع لك. قلت لك ما حصلش. ليه يا شيخ؟ المفروض ان انا اكدب عناية واصدقك انت. هي ايه؟ طنط كانت محجبه والدبوس وقع منها فانت وطيت تجيبه لها. صح. اوسع ايه؟ رايح فين؟ هي وكاله من غير بواب. بقول لك وسعي. ما انتش نازل يا حازم غير اما اهلي يجوا وتطلقني. وانا مش محتاج اهلك يجوا عشان يطلقك يا اختي. انت طالي يا وسام. كنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال. واجيبها لك منين دي يا ملك؟ طب خلاص اهدي. هتصرف. خلاص والله حاضر هتصرف. النهارده بالليل؟ حاضر اوكي. يلا باي.
بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال ويبقى عندها استعداد انها تقبض عشان تعمل لنا اللي احنا عايزينه. فالزورة دي هي اللي كانت بتتكلم؟ ايوه. ويا ترى بقى قلت لها اللي رامي قاله لك ولا لا؟ قصدك حكاية الليسي؟ هو كان قال لك حاجه تانية غير دي ولا ايه؟ لا هي ما ادتنيش الحقيقة فرصة اتكلم لانها شايطة على الاخر. يا حرام. يعني هي شايطه ما ادتكيش فرصه ولا انت اللي مش عايزه تقولي لها؟ تفرق برضه. للمرة التانية ما قولهاش ليه؟ ده انت غريب صحيح ما بتفهمش. هي لما تيجي انا هقول لها بس تهدى الاول. اهدي انت يا ماما كده، هدي شعورك كده، اهدي كده. طيب على العموم قولي لها بقى ان انا رايح لرامي. تنسيش تقولي لها ده. خلاص يلا باي باي. بجد ان انت ما عندكش دم؟ يعني هي تلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه عليها عمها اللي مطلع عينها؟ هي ناقصاك انت كمان؟ يا عيني انت دايما قلبك عليها. خدي يا حبيبتي، بصي دول شويه نعناع، هدي بيهم اعصابك كده وخدي وراهم قرصين وهدي. ها يلا وتسلي في دي يا حبيبتي. ها مش عايزه. تعالي اتفضلي يا حبيبتي، خش. جيتك ومطرحك. ايه ده؟ اتأخرتوا كده ليه؟ والله احنا بعد ما خلصنا الشهر العقاري يا نادية لفينا كده على شوية بنوك عشان نطمن على حسابنا ايه. واطمنتوا؟ ابدا. اسكتي يا نادية، اتاري حكاية معقدة ومعقربة ومحتاجة يجي 100 مكتب محاسب. اقطع دراعي، اما كانت اختها هي عاملة الحكاية دي بقصد. جالك كلامي؟ قلتلهاش انا حاجة؟ والله يا نادية كأنك سمعاني وانا بقول لها نفس الكلام. اختك دي مش هتورد على جنة ابدا. الله، اتواقفة ليه يا حبيبتي؟ ما تتفضلي تقعدي، اتفضلي. انت محتاجة حد يقول لك اتفضلي. ايه يا حبيبتي؟ هو انت هنا؟ يا اخويا تعالى ارحمني من الزحمة وسوق بدني شوية. يعني انت مش عارف انها جابتني على ملا وشي؟ انا؟ لا امي يا نادية، ما انا عارفك. شوف الراجل كأنه ما قاليش حاجة. ولا اعرفك. دي تاني مرة. معلش. ازيك يا مريم؟ عاملة ايه؟ معلش انا اسف، انا لازم امشي والله، جايبني كده من شغلي ست. شغل ايه؟ انا نفسي افهم انت بتشتغل ايه؟ هو ايه كل ما اشوف وشي تقول لي شغل شغل؟ اقعد ده انا محتاجك، عندي ليك مفاجأة كبيرة قوي قوي قوي. ربنا يستر. ايه ده؟ تليفونك صح؟ ايوه هي، والله عارف انها هي. عاوز تعرف انت فين وبتعملي ايه؟ سابع مرة تتصل بيها النهارده. ولا تسألي فيها، خليها بنارها كده. ليه؟ بنارها ليه؟ ما نقول لها على المفاجأة الكبيرة. ايه؟ انك لغيت التوكيل؟ هو لغي التوكيل ده المفاجأة؟ لا يا حلوة، المفاجأة الكبيرة قوي 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 إن مريوم حبيبتي حبيبة عمها قررت إنها تعيش معانا هنا للأبد. لو النبي. اعملي اللي انت عايزاه يا مريم، واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حرة في اللي بتعمليه. انت مش عيلة عشان افضل شايلة همك طول العمر. وكفاية كفاية قوي عليا المشاكل اللي انا فيها. وبعدين انت مستعجلة على ايه؟ ما انا قريب هسيبها لك مخدرة. ولا انت فاكرة هتجوز في البيت؟ ده انت حتى ما فكرتيش في شكلنا قدام الراجل اللي هتجوزه. وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحنين، ما تلوميش الا نفسك، وابقي خليه يطلقك من الحيوان اللي انت اتجوزتيه من ورانا. مالك يا ملك؟ ولا حاجه، العادي بتاعي يا حبيبتي، مشاكل. قولي لي، اتفقتي مع البنت على كام؟ انا ما اتكلمتش معاها في اي تفاصيل، انا ما اعرفش انت عايزاه في ايه اصلا. انت متاكده الاول انها اداب؟ لا هي من ناحيه اداب هي اداب. ما بهزرش يا نهى، انا بتكلم بجد. اداب اجتماع.
ولسه بتقول لي ان دكتور حازم استاذ. طب هايل، دخليها لي اوام لو سمحتي. حاضر اوكي. طيب بقول لك ايه، هي رنا بتشرب اي جوس ولا في حاجه معينه بتشربها؟ لازم فريش جوس لو سمحتي. طيب معلش انا غلبتك معايا النهارده، اصل الناني بتاعتها ما جاتش النهارده وما كنتش عايزه اسيبها لوحدها فجبتها معايا. دي هي نورت الدنيا. ميرسي يا حبيبتي. ماشي يا مريم، ماشي. انت متأكدة ان هو ده العنوان؟ دي هايلة. مستر نديم. ايوه يا اميره. عنوان ده ليه يا عبد الرحمن؟ ميرسي. كنت عاوزة اقول لك على حاجة. خير. انا في حاجة عرفتها ولو ما قلتلكش عليها ضميري هيأنبني قوي. قولي على طول يا اميره. انا عرفت مين اللي بيبعت الحاجات على الانترنت، صورك انت وملك. مين؟ هي ملك؟ بكره الصبح هجيب لك الراجل اللي اديت له فلوس عشان يعمل كده. طيب هاي. قولي لي، هو ده الواد محسن ابو قلب؟ الواد الاسمراني ده الرفيع ابو شعر عامل زي هو ده؟ ميرسي. قلتي ايه؟ افكر؟ انت مش هتفكري، انت هتنفذي. بس الدكتور حازم يعني مالكيش فيه. دكتور حازم مالكيش فيه. طب وتحطيني ليه في مشكلة معاه؟ ده ممكن يستقصدني ويسقطني. وماله لما تسقطي لك سنة ب50,000 جنيه؟ هتعملي ايه يعني بالتخرج؟ وبعدين ما انت شغالة اهو زي الفل قشطة، بس كده حرام. صح، حرام. طب نخليهم 60 ويبقوا حلال؟ 100 واعملها لك فضيحة بجلاجل. انا مش عايزة اعمل له فضيحة، هو حتة محضر في الاسم. عرض عليكي الامتحان مقابل انه ينام معاكي وانت رفضتي، وتجيبي لي رقم المحضر. ويا سلام بقى لو شكوى لعميد الكلية بنفس الكلام اللي في المحضر. تمام. طب مش احسن لو قلنا انه اتحرش بيا في مكتبه، واجيب لك واحده زميلتي تشهد انها دخلت علينا الاوضه، لقيته زنقني في الحيطه وانا بقول له عيب يا دكتور، ما يصحش كده يا دكتور. والله فكره، بس انا مش هزود ولا جنيه. 50 كمان لزميلتي اللي هتشهد معايا. لزميلتك برضو؟ بين البيع والشراء ايه؟ بين البيع والشاري 60,000 جنيه مفيش غيرها. خدي فلوسك. شرفتي. ميرسي. طب يمين 3 لا يكون طلاقك على ايدي وبكره تشوفي، مدام الموضوع دخل تحدي كده. اهدى يا فهمي، ما تعكننش روحك. امال عكننش روحي؟ بعكننش روحي يا ناديه بعد ما سمعت شتمتي بودني؟ انا حرام يا ناديه؟ انت متجوزاني وعارفه، شفتيني بمد ايدي واسرق حد؟ انا حرام يا ناديه؟ ابوك حرام يا طارق؟ لا يا بابا انت مش حرامي، بس هي ما قالتلكش انك حرام يعني. يا ريتني ما خلفتك ولا شفت خلقتك، يا ريتني ما خلفتك. انت قاعد ودانك طرشه ما سمعتش؟ ودانك مسدوده؟ خلاص يا فهمي خلاص، ما تخليش مريم تندم انها سمعتك رساله اللي ما تتسمى. قالت عليه حرامي؟ انا اخلي مريم تندم؟ انا ده انا بعشق مريم، بحب مريم. طب والله ولا ليك عليها حلفان، انا لو عندي بنت ما كنت احبها زي ما بحبك يا مريم، والله يا بنتي والله. بس سمعيه شتمتني ازاي وقالت حرامي، عشان تاني مره يبقى قاعد مركز ودانه مفتوحه ويسمع شتيمه ابوه بودنه. سمعيه يا بنتي. اعملي اللي انت عايزاه يا مريم،
واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حره في اللي بتعمليه، وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحلال. قالت ايه؟ وبيخليك رشقت الله يكون ودنك الحيوان اللي المره تتجوزيه دي. من ورانا. قالت لك ايه؟ لما عمك يسرقها اللي عامل فيها الصدر الحنين، يعني انا الحرامي ابو صدر حنين. شفتوا؟ سمعت يا استاذ طارق؟ يبقى ركز وفتح ودانك. بعدين جراه يا فهمي، انت هتهدي الواد ولا عايز الواد يشعللك؟ ايوه انا عاوزه يسخن هو يا ناديه. يسخن هو ويسمع شتيمة ابوه. بقول لكم ايه؟ انا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. ايه اللي مش عاجبك؟ كل اللي بيحصل ده ليه؟ مش عاجبني. يا سلام، مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. انت رايح فين؟ هقوم اغير هدومي وانزل اشم شويه هوا عشان اتخنقت. طبعا قومي يا مريم حبيبتي، انت قومي غيري هدومك وانزلي عشان تفك عن نفسك شويه. تلاقيكي قرفانه من كلام اختك اللي قالته لك في الرساله. قومي فك عن نفسك يا حبيبتي. يا ارض احفظي ما عليكي. الله اكبر. داري عليا. انت اللي مش هتقدري عليا. ليه كده بس؟ انا مامي. وانا بتاعتي. رنا. لا 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 لا. ايه ده؟ اللي ما جاتش. لا لا لا. لا كنت هدخلها في نفسي. ايه ده؟ لا طلعت. يلا. جامده. لا ورنا كمان جامده. هجيبها وريني ليلى. بقى، وريني يا جامد. تعالي انا هشوف لك حل مع البنت دي. طيب قبل ما اشوف حل بس عايزاكي سنة. ايه في ايه؟ عايزاكي في حاجه ضروري قوي. غير ان عمرو مشي وراح عند رامي، لا في حاجه تانية. تعالي ليسي. ده اللي سمعه رامي لما قابل أميرة، ولما سألها عرف إن الليسي عايز يقابل نديم فخري بأي شكل من الأشكال، بس هي منفضة له. وطبعا رامي اتسحب من لسانه وقال لها الليسي ده يبقى مين؟ مش عارفة إذا عمل كده ولا لأ. إزاي يعني؟ وينفع رامي ما يبقاش أبو العراف؟ بصي عشان بس أنا مظلموش، احتمال كبير ما يبقاش قال، لأن رامي أصلا ما عندوش معلومات عن الليسي، ده كان هيموت ويعرف فينتوا معلومة عنه، لحد بقى ما أستاذ جلال قال له إن هو جوز أختك. بصراحة يعني أنا نفسي اتفاجئت، لأن ما كنتش أعرف إن مريم متجوزة. ما تزعليش مني. سايبينك بيتك ده اكبر غلط انت عملتيه. انا مش فاهم يعني ايه اللي جد بينك وبين ملك، ولا انت متضايقه انها هتتجوز ولا ايه؟ والله انا ما بقتش فاهمكم. شيلي شنبك ده، شنبك. مريم اوعي تفتكري اني بقول لك كده عشان انا متضايق انك قاعده عندنا في البيت. بالعكس والله، ده بيت عمك، يفضل طول عمره مفتوح لك. انا بس مش عاجبني ان الامور توصل بينك وبين ملك للدرجات دي. ما ينفعش تسيبي حد يسخنك على اختك، حتى لو الحد ده
يا ابن اللذينه. انت اللي بتعرف الدب ده كله ازاي؟ قول له يا سيدي، قول له قلبت الدب ده كله ازاي؟ بقول لك ايه، دي ما خدتش في ايدي نص ساعه، ما اعرفش انا الواد ده بيعمل ايه للحريم. يا عم بعمل ايه؟ الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب. بس المواضيع دي موهبه يا جماعه، تقليب النسوان ده موهبه، وانا الحمد لله ربنا كرمني بالمهمه دي. وطبعا احنا شركاء في القصه دي. ليه يا اخويا شركاء ليه؟ ايه مش كنت معاك؟ انت كنت معاك تعمل ايه يعني؟ كنت بكلم لك السكرتيره بتاعت نديم فخري. وايه علاقه نديم فخري يا حبيبي والسكرتيره بتاعته بموضوع تقليب الولايه؟ انتوا خلاص بقيتوا عصابه ولا ايه؟ يا رب يا سيدي يا رب. ان ليه تكره نبقى عصابه؟ لا يا حبيبي، بس انا براكوا في الموضوع ده. لا ده انت اول واحده معانا. يا سلام، طب حس كده بقى، اديني الكوليه ده، دي هديه لماما. استهدي بالله، بس اديك الكوليه ايه؟ اديهولك بس الاول يعني خد يا ابني، خد يا حبيبي. انزل وزنه عند الجوارج، شوف يعمل كام، وانا هديك عليه خصم 50%. يا ابني بلاش، احسن تطلع الولايه مبلغه عن شويه الذهب دول. يا ابني مبلغه ايه؟ بقول لك انا رايح لها بكره الصبح. طب انا هاجي معاك اساعد. لا انا زي الفل، مش محتاج مساعده. يا ابني طبعا محتاج مساعده في بيع الحاجات دي. لا ما انت اللي هتبيعي؟ لا والله ما اظنش. يا معلم دي لو راحت بكل الذهب ده عشان تبيعه في اي محل لازم هتتسال عن فاتوره يعني. ويقوم الراجل قايل لها ثانيه واحده ومكلم لها بوليس وش. بص انت اسلم حاجه تعمل زي ما كنت بتعمل قبل كده، على اللونج ران، حته في حته وفي اماكن مختلفه وخلاص. لا بس المره دي ما ينفعش، انا محتاج الفلوس كلها مره واحده. لو قعدت ابيع الحاجات دي على فتره هتاخد فتره طويله ومش هينفع. طبعا عشان البي يظبط نفسه عشان يخش على نديم فخري وش. لا انا مش محتاج ادخل على نديم فخري كده، انا محتاج ابهر نديم فخري وانا داخل عليه. يعني لازم الراجل ما يشكش فيها ولو للحظه ويدور ورايا، اي كلمه اقولها له يامن بيها، فلازم يبقى فيها لمان كده وانا داخل عليه. هتبيع معانا الحاجه ولا انت؟ لا خالص. اوكي طيب، بقولك ايه، هكلمك تاني يا منى. طب اقفلي دلوقتي. طب يلا، باي باي باي. ازيك يا رنا؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. ده انكل نديم يا رنا. ازيك يا رنا؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها. اوكي ميرسي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. انتي اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه، صح؟ صح. صحتك ازاي يعني؟ الحمد لله. I love you. تعرفي انك جميلة جدا؟ ميرسي. جدا. مامي على فكره بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص. خالص؟ يا ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكلة؟ تمام. لخبطه، ضرب من كل حته، مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك، ها؟ اوكي. هغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق. تعالى بنشوف مشاكلك. مش كده؟ ما بتخلصش. ازيك يا رنا؟ ازي حضرتك؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. ده انكل نديم يا رنا. ازيك يا رنا؟ هاي بس نديم. مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها. اوكي ميرسي. اوكي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. بجد؟ انتي اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه، صح؟ صح. صحتك ازاي يعني؟ الحمد لله. تعرفي انك جميله جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكره بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص. خالص؟ يا ملك. هاي ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام. لخبطه، ضرب من كل حته، مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك، ها؟ اوكي. هغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق.
تعالى بنشوف مشاكل. مش كده؟ Everything is still in peace. أنا كئيبة صح؟ قول ما تتكسفش، ما أنا عارفة نفسي. طب والمصحف أنا كئيبة، والمشاكل ورايا مش راضية تسيبني. ايه العبط اللي انا بسمعه ده؟ ما هو مش معقول يا نديم كل ما اشوفك اكلمك في مشاكل وانت تقول لي علي عوض. بقول لك ايه؟ ما تفكك مني، سيبني. أنا لو مكانك هعمل كده. أنت ذنبك إيه كل ما أشوفك أكلمك في مشاكل؟ وأنت عندك اللي مكفيك، مش ناقصاني أنا. خلصتي؟ لا لسه. طيب انا سامع. نديم أنا حبيتك بس أنا مش هخلي حبي ده يأثر على علاقتي ببنتي. لو موضوع رنا ده ما ظبطش وحسيت إنها ممكن تتاخد مني، أنا آسفة.
مش هينفع نكمل مع بعض. ما فيش مخلوق في العالم هيجرؤ ياخدها منك، وطول ما انا موجود ما تقلقيش من اي حاجه، ومش عايز اشوف دموعك دي تاني. ها يعني مع انك بتبقي زي القمر وانت بتعيطي. قالت لك ايه الست بتاعت الضرايب؟ قالت لي انت حلاوتك طحينيه ولا طبيعيه؟ طحينيه بس؟ ده انت كل الحلويات مع بعض. عندك ايه بكره؟ مفيش. لا عندك. انا عامل ايفنت كبير في بيتي اللي في القطامية عشان بمضي عقد جديد، وحابب تكوني موجودة عشان نثبت بقى ال 12. هعدي عليك بكره اخدك معايا وندخل مع بعض عشان اللي ما اتكلمش يتكلم. اوكي؟ مش قلت لك انك مش لوحدك؟ يا حبيبتي انا مش فظيعه، مش ممكن لوحدي والله. امسكي. بكره بقى جهز لي 5 من دول. دن. اوكي. فين الكاش؟ جاي. ايوه كده. ماشي. tomorrow. done. مساء الفل يا باشا. ده العنوان بتاع الست اللي هتعرفك رشا هانم فين. ده إذا ما كانتش هربانة عندها شخصية. لو في المريخ بعون الله هنجيبها يا باشا. تلاقيها وتحطها في المخزن اللي كانت فيه قبل عماد ما يهرب. هيحصل يا باشا. عملت مع مراته اللي قلت لك عليه. اطمن يا باشا، أوامر سعادتك بتتنفذ في التو وفي اللحظة. الولية دلوقتي زمانها مروشة من التليفونات اللي جات لها. واحد وحلف لها إنه شاف القط في العراق، والتاني قال لها إنه مقبوض عليه. وأنا بعون الله بكرة أروح لها بحكاية جديدة خالص. قول لها إنه ضحك على بنت من الصعيد وإن أهلها عرفوا، وإنك شاكك يا إما خطفوه يا إما قتلوه رموه في الصحراء. تمام يا باشا. توكل على الله. خد بالك ما عندكش فرصة تغلط. انت شفت بنفسك الغلطة معايا ملهاش علاج. سلام يا باشا. سلام. في ايه؟ انت مش هتبطل وساخه صح؟ وساخة ايه؟ انت دخلتي هنا ازاي وعايزه مني ايه؟ عايزه قلت لك عشان اخلص البشريه منك. وتخلصي البشريه مني ليه وحد اشتكى لك؟ استهدي بالله. طيب شاهد على روحك. طبعا انا مش متوضي، انا مش عندي ذنوب كتير. هروح النار والله، هروح كده النار. مش هتنضف يا ليسي. مش سيبك من لسه دلوقتي. انت ما تضيعيش مستقبلك عشان واحد تافه زيي خالص. ما هو التافه ده قاعد بيلعب بمستقبلي. لا طيش. وبعدين انت من بسام السلطانيه قبل كده. هقتلك وهتتأيد ضد مجهول. ابوس ايدك اديني فوق. طب ابوس ايدك ابعد. سامحت. حاضر انا بعيد. خليك ورا. عايزه ايه من نديم يا واطي؟ نديم فخري مين؟ ما اعرفش حد اسمه نديم فخري اصلا. انا نسيت نديم فخري ده. نديم اللي انت بتشمشم وراه زي الكلب. زي الكلب؟ اديك قلت زي الكلب. حد يمشي ورا كلب؟ وبعدين نديم فخري ده لو عايز اوصل له يعني، ما انا معايا التليفون وكنت بعت له مسج وحكيت له القصه كلها. عشان غبي وغلبان والله العظيم. انا غلبان. انا لوك بس، لكن قفل ما بعملش حاجه. وانا لو مش غلبان كنت مشيت وراك لغايه ما اديتني خازوق. عشان واطي وتستاهل. معلش. طب سامحيني،
والله العظيم انا يعني ومهدي البتاع ده والله انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه بس مهدي البتاع ده عني. بهنا تهددني بميه النار. معلش تعالى عبيط هنمشي ورا. وتسرق تليفوناتي؟ انا مستعد اعمل لك اي حاجه والنبي الا اللي تقتلني والنبي. طب انا هديك فرصه تثبت بيها انك راجل يا مرة. ما انا مره بس اعمل لك اللي انت عايزاه والله اعمل لك اللي انت عايزاه. تشيلني وتشيل اختي من دماغك. ونديم فخري ده ما تقربش ناحيته. حاضر. ولو عرفت انك بعت حد من طرفك يقول له كلمه كده ولا كده وحياه بنتي لسفرك فوق. لا انا ما بحبش السفر. طب خد التقيله يروح خالتك. انا رجعت الفيديو، تحب اوريهولك؟ لا شفته كتير مش عايز اشوفه والله ما عايز اشوفه. ورقه طلاق اختي توصل لها. لا والله العظيم هبعت لها ورقه الطلاق. وحياه بنتي لا شيعك. اعمل كل اللي انت عايزاه. انا هعتبر انك مت يا ليسي، بس لو ظهرت في حياتي تاني انا مش هسلم الفيديو للبوليس. لا انا هقتلك بايدي. لا ليسي مات خلاص. ليسي ده ولا في حياتك ولا حياة اختك ولا اي حد والله. ليسي مات الله يرحمه. كمل نوم. لا انام ايه في حالة دلوقتي؟ نام. انا هنام حاضر. ليسي نام. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل ونهارنا فل يا صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح البنفسج يا صباح الورد البلدي المفتح على اخره يا صباح النعناع. قولي لي يا مريم انت بتحبي النعناع؟ بس تهت الاله ولا يهمك ان شاء الله بعد ما تفطري هعمل لك كوبايه شاي بالنعناع اللي هي وبعون الله بعون الله كوبايه الشاي دي بقى اللي هتسلك لي بزورك وتخليكي ترتاحي. حكيم انا نفسي ومنى عيني يا حبيبه قلبي اسمع صوتك والله. نفسي اسمع اللي جواكي. اكيد انت مليانه حاجات ومعبيه كتير قوي. نفسي اسمعها. نفسي اشوفك شايله ايه يا مريم. نفسي اشوفك. ايه يا حبيبتي؟ طارق موجود. يا طارق تعالى يا مريم عاوزاك. طنط ناديه دي مسكينه نزلت من الفجر عشان خاطر عيونك. ايوه عشان خاطر عيونك انت راحت تجيب لك اللي هتخلي الراجل اللي انت متجوزاه يهدى يجي زحف على ركبه يقول لك طلباتك اوامر. تضحكي؟ هتشوفي اصبري وهتشوفي. مش انا قلت لك هطلقك وحياتك انت لا طلقك. هيحصل يعني هيحصل. ومش كده وبس، لا ده انا كمان هجيب لك فلوسك اللي ورثتيها عن المرحوم ابوكي كلها على داير مليم. ان شاء الله حتى احبس لك اختك. لو وصل الامر ان انا احبسها هحبسها. ومش كده وبس، لا ده انا هفضحها لك قدام الراجل اللي ناويه تتجوزه ده وافركش لها الجوازه. ايه رايك؟ افركش لها الجوازه؟ عينيا غالي والطلب رخيص. ده اسهل حاجه في الدنيا ان انا افركش لها الجواز. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مريم؟ تعمل ايه ده كله؟ بلبس نازل الشغل. يا ابني انت كل ما تشوف خلقتي تقول لي نازل الشغل. انا نفسي اعرف بتشتغل ايه انت؟ وبعدين انت في ايه عاوز تقول ايه؟ احب اسيب لك الشغل ده واقعد لك في البيت. هتقعد جنب امك؟ اقعد جنب امي. هيبقى عندي اتنين ماما. لا يا حبيبي كفايه عليا ماما واحده قوي. شكرا. روح. بس انت ما قريتش الجرايد النهارده؟ لا جرايد النهارده فيها ايه؟ النهارده اجازه يا حبيبي. النهارده اجازه؟ ده بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة ان مريوم عندنا. امال ايه؟ شفت بقى؟ يلا اقعد يلا يا حبيبتي اقعدي. يا ابني خليك جنتلمان. اسحب الكرسي كده اقول لها اتفضلي. اتفضلي يا مريم. ايوه
ما يعرفش يبقى جنتلمان ابدا. يلا يا حلوه، مدي ايدك بالهنا والشفا يا حبيبتي. يلا هروح انا بقى اعمل لكم الشاي. لا حاضر يا بنتي، لا والله ما انت قايمه. يا سلام، وانا ديك الساعه ما اعمل لبنتي حبيبتي نور عينيا من جوه الشاي بايديا. يلا اعمل لك الشاي واكلها ما تبقاش ايه. حاضر. وكلها حاضر، هاكلها. يلا يا حبيبتي، خدي الاسطوانه دي اسمعيها وبعدين كليها. يلا وكلها يا حيله. هاكلها. يا حلو الصبح، يا حلو الطعم، يا حلو الصبح نهارنا خير. فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ فكرتي في اللي قلت لك عليه امبارح؟ ليه؟ اسمعي كلامي، اقعدي هنا مفيش مشاكل، بس اختك حل اللي بينك وبين اختك، ما تسمعيش كلام حد. شكرا. مريم، لو دي ملك لو سمحتي ردي عليها. مريم. سكرك ايه يا مريم؟ الله مريم، الله في ايه يعني انت يا طارق؟ عملت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ شقلب كيانها على الصبح. انا لا قلت ولا عدت. امال ايه اللي حصل لها؟ جات لها مسج على موبايلها، قريتها، عملت زي ما انت شفت كده. خش اسالها. مسج. يا ترى مين المسج دي؟ طمني يا جماعه. كله تمام سعادتك. مش عايز غلطه. دي أول مرة حضرتك تعتمد عليا في حاجة، وهتشوف أنا قدها ولا لأ. فين اميره؟ مشيت من بدري عشان تجهز للحفلة بالليل، وسابت لسعادتك الظرف ده. طب اتفضل انت. معتمد عليك. إن شاء الله. ايوه لقيتها. طب خليك ورا داليا دي، هتوصلك لمدام رشا. اسمع اللي بقولك عليه من سكات. مع السلامه. انت نفسك تبقي ايه؟ دكتورة. دكتورة ايه؟ دكتورة أطفال. اشمعنى الاطفال؟ عشان الحاجات التانية ما بحبهاش. ايه الحاجات التانية دي اللي بتحبها؟ الدكتورات التانية. الدكتورات التانية؟ يعني انت نفسك يبقى عندك مستشفى كده زي عمك مفيد؟ اوبا، ده ايه ده؟ باصي ايه؟ وانت راشقه في اي حاجه؟ راكبه على اي موتوسيكل؟ يا عم باصي واخلص. خدي. دي بشعة. شفتي بقى؟ خليها. لا والله، يا نهار اسود، انت فظيعه. امسك، مش عايزة. احسن. بقول لك ايه؟ ما تكلمني شوية عن نفسك. اعتبر معاك المايك كده 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ ايه؟ كتير؟ أنا لو اتكلمت عن نفسي الصراحة محتاج مثلا 20 حلقة. محتاج حاجة زي جيم اوف ثرونز كده، مسلسل كبير، أو ليالي الحلمية كده، 4-5 أجزاء كده أقعد أقول بقى. يا سلام، ده انت تلاقي حياتك فاضية مش محتاجة دقيقتين أصلا. لا والله، أنت شايفة كده يعني؟ الصراحة لا خالص. انت عندك كام سنة؟ يعني في البطاقة ولا في الحياة عادي؟ ايه الفلسفة الأوفر دي؟ ما تخلص.
لا بجد بجد، بصي ركزي كده، فكري فيها كده. البني ادم بيبقى ليه سن في البطاقه بس ملوش اي علاقه باللي شافه. يعني انا اللي شفته يديني مثلا 75 سنه بس في البطاقه 35. راح عليا عشان انا مخي على قدي، كنت بدبلر السنه في سنتين وساعات في 4. تخيلي انا خريج ايه؟ AUC. انت خريج AUC؟ وانا شكلي بيئه قوي كده يعني؟ مش قوي، بس ما تجيبش AUC خالص. لا AUC، وكنت ستريت ايز يعني كل حاجه على امتياز يعني في كل حاجه. وكنت جامد جدا في الجامعه والله، كنت من الناس يعني اللي بغشش العيال كلها. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما بقتش اي حاجه، بقيت عادي تمام زي ما انت شايفه كده. هو انت ما بتخرجش من هنا ابدا؟ وبعدين ايه حكايه الموبايل اللي مش معاك دي؟ ده موضوع كبير قوي. طب ما تحكي، ما احنا عندنا وقت يعني، قدامك 20 دقيقه. هو انا عارف اقول حاجه؟ انا كل ما اتكلم تنطي ببقي. يلا. بصي انا ابويا كان في يا السعوديه. نهار اسود، انت هتحكي لي من اول ابوك؟ شفتي؟ مش هقول خلاص. عنك كمل. ابويا كان مقاول كبير قوي في السعوديه، كان بيعمل كل بيوت الامراء والناس الكبيره والتقيله قوي في السعوديه، عمل فلوس كتير قوي. امي جت ضحكت عليه، خدت كل الفلوس وهربت مع واحد واتجوزته. ايه بقى؟ وانا كنت الفتره دي داخل لسه في الجامعه وبتاع، وقمت قلت اطلع على امريكا. سافرت وكنت كرهتهم هما الاثنين خالص، ولا طايق ابويا ولا طايق امي، بس كنت عمال اسحب منهم فلوس بشكل عبيط. عامل اتدلع على دي شويه اتدلع على ده شويه، اقعد اسحب في فلوس وانا في امريكا. لحد ما حصل ايه بقى؟ فجاه ابويا توفى. فجاه في نفس اللحظه سبحان الله، وفي نفس السنه امي الراجل ضحك عليها، خد كل فلوسها، وفجاه بقيت على حديده خالص بقى، مفيش اي حاجه. من واحد في ماسترز وماس كوميونيكيشن وبتاع لتحت الارض اندر جراوند، مفيش. اشتغلت كل حاجه، ويتر، بغسل مواعين، صحون، بنزينه، كله. لحد ما اشتغلت مع واحد امريكاني من اصل لبناني، عنده عزبه كده كبيره قوي تكساس، واشتغلت عنده سواق على عربيه نقل. وقعدت انقل بضايع وحاجات لحد ما ظهر لي واحد ابن ورا كده اسمر نيجر يعني. والراجل ده كان كارهني جدا مش عارف ليه، وكان بيحط مخدرات. هو اصلا طلع كوك ديلر، انا ما كنتش اعرف. كان بيحط بقى مخدرات في العربيه. وغابة انت قبض عليك. انت شفت فيلم ده قبل كده؟ لا ما تقولش، ده بجد ده ولا ايه؟ اكيد بجد، ما يعني بنخع. وبعدين؟ مفيش، اتمسكت واتسجنت في امريكا. اقول لك انا شفت امريكا من تحت بقى بجد. وبعدين؟ مفيش بقى، وقفت جنبي بنت مرات الراجل، سبحان الله، ربنا وقفها لي جنبي الصراحه. وقعدت يعني قعدت وانا في السجن تظبطني وبتاع، دفعت لي الكفاله والمحامي والحاجات، وكمان اشتريت لي تذكره طيران وشحنتني على مصر. اوكي. قصه طويله كانت فعلا عايزه وقت. صح. بصي احنا قعدنا نرغي كتير ونسينا فين داليا. زمانها جايه، ما تستعجلش. طب هاتي، مش كانت وحشه دي؟ بقول لك ايه ناديه، ناديه اسمعيني بقى كويس وركزي معايا. الحوار اللي انت عاوزاه ده مش هينفع بالنهار ابدا ابدا ابدا. من غير ليه؟ الدنيا زحمه هنا قوي والناس رايحه جايه، هيقولوا ايه؟ هيقولوا ايه الراجل اللي بيعمله الراجل المجنون ده؟ هيرشوا بقى على عتبة الباب ليه؟ ايوه طبعا هيقولوا كده. ايه؟ الشيخ وهبه ماله؟
مصمم تبقى بالنهار؟ طب ويجرى ايه لو رشينا الميه دي بالليل؟ يا ناديه بالليل احسن، الدنيا هتبقى طراوه والميه هتفضل كتير مش هتنشف بسرعه صدقيني. مصر على كده؟ طيب يا ناديه، طيب روحي انت دلوقتي وانا هكلمك بعدين لما الدنيا تهدى شويه. مع السلامه. انا اتعامل معايا الصح. لا بصراحه انا اتبهدلت، يعني حقيقه انا اتبهدلت. انت لو تكون صريح معايا وتقول لي قصه الفيديو ده انا هعرف اساعدك. فيديو يا ابني؟ انا جبت سيره فيديو؟ امال هي جات لك ليه؟ جات لي لقيتني داخل على الراجل اللي اسمه نديم فخر ده، قالت اما تسكني قبل ما ادخل عليه. طب ليه كده يا معلم؟ ضيعت مني النصبايه ده. انا مزوق. بس يا عم بس خلاص بس في ايه يا راجل في البيت؟ انت عبيط ولا ايه؟ يا استاذ بدر عملت ايه؟ تمام يا استاذ، ركبت لك كالون 6 تكات الماني يا استاذ الاصلي. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ 6 تكات بحالهم؟ ايوه يا استاذ، وادي المفاتيح كمان اهي. ده زي الفل والله. اي خدمه ثاني؟ طب حسابك كام؟ حسابي ما تخلي علينا المره دي يا استاذ. يلا احسن اتكل على الله. لا انا عايز 450 جنيه يا استاذ. 450 جنيه وانت مركب ايه كلام ب 450؟ انت بتستعبط؟ هم 250 جنيه مفيش غيرها. هات 200 جنيه، شوف 200 جنيه معاك. تاخد 50؟ خد معيش غيرهم على طول كده مقلبني. 250 من 450 جنيه يا استاذ. خد واحمد ربنا انه معاك 250 جنيه. ماشي، انا اللي غلطان اللي جيت لكم هنا. ماشي، انا اللي غلطان. والله انا اللي غلطان اللي اديلك فلوس اصلا. ماشي. ده انت حاج. ايه ده؟ ايه ده؟ الراجل ده اللي جابه هنا. الراجل ده اللي جابه هنا. هو انت متاكد ان ده عمها؟ ايوه يا عم متاكد ان هو عمها. بقول لك ايه، اللي شكلهم بيراقبوك وبيدبروا لك حاجه. والله العظيم؟ اه والله. كنت ناقصه ده كمان. تعالى يا عم. اهلا يا حازم. ده كلام برضو اللي حصل امبارح. غلطة وصلحتها. طيب يا ريت تكون رجعت عن اللي في دماغك وبلاش محاكم وفضايح. في الحقيقة أنا طلقتها. طلقتها؟ أيوة. كان لازم يحصل من زمان. أنا عمري ما حبيتها. ما كانش في بينا أي مشاعر. عشان كده أنا كنت متفق معاها إن إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية. لأني كنت متأكد إن في يوم من الأيام هقول لها لأ، خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. طب وكنت اتجوزتها ليه؟ ولا تكونش بتغيظني؟ عشان أرد لك الألم اللي أنت اديتهولي. إصرارك على الطلاق كان بيذبحني. عارفة إحساس إنك تبقي عايزة حد وهو مش عايزك؟ إحساس قاتل. طب ما أنا كمان يمكن كنت بصلح غلطة. يمكن تكوني هترتكبي غلطة أفظع بجوازك من نديم فخري. راجع نفسك يا ملك، ويا ريت تحطي رنا قدامك. باينة مناسبة كبيرة. هتعرفي كل حاجة دلوقتي. ما تستعجليش.
بيحتفلوا بيكي. بتتكلم بجد؟ تتجوزيني؟ انت مجنون. مؤامرة حلوة. مؤامرة. واو تحفة دي قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مؤامرة بقى. ايه اللي في ايه يا جماعة؟ ألف مبروك. ايه ده؟ مبروك يا بنك هانم، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. مبروك. ايه ده؟ يعني كل الناس عارفة الا انا؟ انت ازاي ما تقوليش؟ انا نديم يعمل فيا كده؟ يا عقلي بلاش جنان. انا همشي. بقول لك بلاش جنان، هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، ايه المشكلة في كده؟ انا مش عارفه اتنفس. انا مش هقعد. بقول لك هو مركز معاكي قوي دلوقتي. نديم عمره ما ركز معايا. مش مصدقة اللي حصل. من دلوقتي أنت تحلمي وأنا أحقق لك أحلامك. أنا فعلا حاسة إني بحلم. أحلامي. Tonight. أنت مجنون. أنا بحب جنان. أنا بحبك. ايه كل ده؟
سايبيني كل ده قاعده لوحدي ليه يعني؟ عادي بقى، بنتحاسب وبتاع. ما يكون ضحك عليك، ده نصاب كبير. خلي بالك كل حاجه كاتباها هنا اهو. لا والله. وانصب على مين دي؟ ما تخافيش على صاحبتك دي، تنصب على 20 واحد زيي، دي جانجستر. ما تقلقيش، فلوسك هرجعها لك على داير مليم، بس ترجع لي فلوسي الاول. طب بمناسبة فلوسك بقى، في حاجة مهمة هي مكسوفة تقولها لك، بس أنا عايز أقولها لك. مكسوفه؟ دي بتتكسف؟ دي اكبر شرشوحه في بلدك، صاحبتي، اول واحده علمتني الانحراف. طب خدي امضي دي. ده ايه ده؟ بص يا باشا، كل واحد هنا لازم يضمن حقه. أنا لسه مضيها دلوقتي على شيكات جوه عشان أضمن حقي عندها، هي كمان لازم تضمن حقها عندك، فبليز امضي الشيكات دي. ماشي امضي. ايه المشكله يعني؟ مش قلم؟ فين القلم؟ ينفع امضي بالروج السلام على اللذاذ. ولا بالايلاينر؟ لا كده تو ماتش، يبقى كده لطافة قوي. بطلي كوميديا وانجزي، طلعي قلم يا بنتي. خدي. هو اني ما بحبش سنه، بس يلا بقى عشان ما اكسفكوش. معلش تعالي على نفسك شوية. اديني مضيت لك على الدفتر كله عشان تضمني حق. بس يا بنتي ما ناقصش بقى غير اني اضمن حقي انا، وحد يقول لي اشوف بنتي ازاي. ما تلاقيش بقى من الموضوع ده خالص، البت دي محضره لك خطه، انما ايه؟ بيرفكت. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. دي أحلى مفاجأة حصلت لي في حياتي. لسه المفاجآت كتير. في إيه تاني؟ خطط لي إيه؟ أنت هتشوفي بنفسك. نفسي أدخل جوه دماغك دي عشان أشوف جواها إيه. هيحصل شوية شوية. لا على طول. مرة واحدة كده. نعم. سمعتهاش كويس، قولها تاني بالعربي. Je ne suis pas, je t'aime comme ça. سمعتي؟ وصلت؟ Quand je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, ceux dont seul un vrai أنا برضو. est le gardien inavoué dans cette maison de pierre. Satan nous regardait danser. اقول لها ولا ما اقولهاش ولا ايه؟ ولا لا مش هقول لها. يو انت هتقرفني بقى. خلاص اقعدي، رايحه فين؟ هقول لك اقعدي. بص يا ستي، البت دي جابت لك صوره طبق الاصل من المحضر اللي نديم فخري بيقول فيه انه ما طلقكيش، وانك على ذمته، وان كل المكتوب في جرايد والمجلات مجرد اشاعات. ايه رايك؟ يا صايعه، حلو ده ولسه. اقول لها بقى على بقيه الخطه ولا ايه؟ لا ما تشغلش بالي بتفاصيل، عشان الموضوع لو فكس انا هزعل، وانا مش عايزه ازعل. لا ما تزعليش الصراحه، احلى حاجه في البت دي انها مديها دماغها اجازه.
وهفضل مديها اجازه لحد ما تقولوا لي ان نديم اتقتل وان كل فلوسه بقت بتاعتي. ما تخافيش على رنا. انت مش طبيعي. عرفت ازاي اني بفكر فيها؟ بكرة الصبح هتلاقيها قدامك هي والناني بتاعتها. وقبل ما ندخل اوضتنا النهارده هفرجك على اوضتها. مفيش مخلوق يقدر يمنعك عن بنتك. انا مبسوطه قوي. طيب هتنبسطي اكتر لو قلتلك المفاجأة اللي جاية؟ ايه تاني يا نديم؟ هفرجك كمان على أوضة مريم. بجد؟ ميرسي قوي. دي بقى هي المفاجأة الحقيقية. أنا مبسوطة قوي. أنا عارف إنك ما تقدريش تعيشي من غيرهم. دول روحي وقلبي. خلاص. وزادوا واحد دلوقتي. مين بقى؟ مالكش دعوة. لا ماليش دعوة إزاي؟ نعم. نعم إيه بس؟ نعم إيه؟ ايه في ايه؟ أول مرة تشوفني؟ تعالى هنا. تحبني؟ قوي. سنين صاحبتك دي هتجنن امي. كل شويه في حال، شويه مجنونه، شويه عاقله، شويه مش عارف ايه. ايه قاعدين بتتودودوا ليه؟ ولا اي حاجه، انا عايزك دلوقتي تيجي بس. تعالي 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 اقعدي لي في سيجاره اول ما انزل لك والنبي. يلا سيجارة بليز. ايه يا ابني بالدماغ اللي الواحد عاملها دي؟ تشاو يا حبيبتي. باي. ما اصحاش اصلا من النوم بسبب خطتك الجهنميه دي. ما تقلقش خلاص. لا والله ماشي. يلا يلا هكلمك. هكلمك تليفونات. يا بنتي الهوفر شغال 24 ساعه. فين الشوبين؟ يا ابني طبعا مش عايزه اخد جوينتات، انا مش عايزه افصل دماغي. انت خدتي سطرين وركبتي القطر وطالعه بقى. انا عايز انزل لو سمحتي بليز. لفي جوبين اول ما اخش استحمى والنبي بليز. يلا. زنان قوي. يا مودي لسه في الحمام. دوختيني وراك يا شيخ. يلا قدام السكات ولا انت في العنوان يا نجم. خدها من نصيرها واقلب ما اشوفش وشك هنا تاني. يلا. في ايه؟ مفيش حاجة يا ملك، كله تمام. أنا بره، تصبح على خير. فتحت الباب ليه؟ يا يوسف ايه؟ انا عارفه الراجل ده اللي كان مع عماد القط. انا فاكراه كويس كده، يبقوا عرفوا مكاني. طلعتيني معاك الله يخرب بيتك. مين الراجل اللي فكني منه ده؟ انت مال اهلك مين ده؟ احنا لازم نقول لداليا كده يبقوا بيراقبوها. بس هنقول لها ازاي دلوقتي وانت معكش موبايل؟ انا مش فاهم يعني ليه. ما تخلصي اخلصي شويه. اوكي انا هخلص سؤال واحد وهخلص خالص. هو انا المفروض اقعد هنا ولا المفروض امشي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ تتم الصالحات ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله.
ملك، ألف مبروك. طارق، ايه المفاجأة دي؟ ربنا يبارك فيك وعقبالك. إن شاء الله. أعرفك ابن عم طارق. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. حلوة قوي المفاجأة دي. ميرسي، انت منور. ميرسي، ثانك يو. مساء الخير. بعد إذنكم. اتفضل. اتجوزت؟ اتضح ان المسج اللي جات لها لما كانت قاعده عندنا هنا في البيت وقامت تجري واتلخبطت كانت من نديم فخري. بيطلب منها انها تحضر ايفنت مهم. يا ابني انا عارف ده كله، انت هترغي في المرغي ليه؟ اهدى يا فهمي اهدى، هو ذنبه انها اتجوزت؟ كمل يا حبيبي كمل. مفيش يا ستي، وصلنا هناك اكتشفنا ان لا في لا ايفنت ولا حاجه، وده فرح نديم فخري على ملك. طب مريم فين يا حبيبي؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ مريم هتعيش معاهم. نعم؟ هتعيش معاهم يعني ايه؟ هتعيش معاهم. ما ترد يا ابني! الله ما تهدى يا فهمي ما تهدى. بقولي هتعيش معاهم. طب هو يعمل ايه يعني؟ هيشدها من دماغها ويجيبها لغايه هنا؟ لا، يسيبها لهم، يسيبها لاختها الصالحه وتبقى بصفها، وكل اللي انا عملته ده يهدهولي في ثانيه واحده. حرام. عارف يا انت هتموتني ناقص عمر. والله هتموتني ناقص عمر. الله ما تهدى امال، هو ذنبه ايه؟ ذنبه انه كان لازم يرجع بيها يا ناديه. الله في ايه؟ ايوه يا ابني افهم بقى، حد يبقى في ايده ساعه الماس ويرميها كده ويسيبها ويمشي؟ ها يا ابني، دي مفتاح الكنز وفي ايدينا، تسيبه تروح تديه لناس تانية غيرنا؟ حرام عليك، حرام عليك يا بابا. طب انت كنت عايزني اسكت. بلا بابا بلا نيلة. بابا ايه ونيلة ايه؟ ما تعملش حاجة يا حبيبي، خلاص خليك جنب امك. سيبني انا بقى اللي هعمل، افكر. بلا بابا بلا نيلة، سيبني افكر هعمل ايه في اللي جاي. ماشي؟ اقعد يا حيلة جنب امك. النبي دلعي الحيلة على قد ما تقدري. يا حيلة ماما، تعالى اقعد جنب ماما. حاضر هقعد جنب ماما، اتفضل. يعني الراجل ده جراله ايه؟ ماما عندنا اي حاجه تتاكل عشان انا واقع. يا عم لسه نجيب صحي؟ شفته خالص الحقيقة. أهلا يا مريم، أهلا وسهلا. مين؟ رنا تحت. رنا تحت. بجد؟ استني كده، رايحة فين؟ عايزة هلبس الشبشب. تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجة. هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي، كنت هموت واشوفك يا روحي. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. مبروك. ربنا يبارك في حبيبي. مش كنت تقولي؟ يا حبيبتي والله انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. ميرسي يا حبيبتي. هاي سعدو. هاي هاو ار يو؟ مبروك يا فندم. ميرسي. ربنا يبارك فيكي يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لها، وفرحت قوي قوي لما عرفت. بقى انت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله اتطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. تصدق الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان انت هتوحشني قوي. يا روحي انت استني شوفي اوضتك الجديده. اهلا 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 اهلا. اوبا وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي؟
تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن اتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه. ايوه يا جمال. لحظه كنت عايز. لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش، مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل انا؟ مش عارف. عايز اجازه بقى. مش عارفه اوضتك دي اول اوضه رتبتها في البيت. ميرسي. ليكي انا عايزاكي في موضوع. انت حكايتك بالظبط. قولي لي بقى رامي، رجعيه بقى وخلصيني. بجد؟ ده انت كانت الفرحه تنط من وشك لما طردته. اللي حصل. مش وقت دلوقتي، انت عروسه. عروسه برضو. ماشي يا سنجل. ايه رايك؟ Very beautiful. شفت السرير معمول ازاي؟ على شكل مركب. بالظبط. حلوه؟ ميرسي قوي يا انكل نديم. انكل تاني؟ احنا قلنا ايه بقى؟ ماشي يا بابا نديم. صح كده. صح. بابا نديم. مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ لا انا مبسوط جدا جدا. دي اوضتك بقى يا ستي وده بيتك. حلو قوي. واي حاجه تعوزيها تقوليها لي على طول. تقوليها لي انا، ما تقوليهاش لماما. ماشي. انا اعمل لك الحاجات في ثانيه كده. ها يا ريتشارد، ايه الاخبار؟ الجو بره عامل ايه؟ أمانة مالك ما تقلقش. اوكي. اتعودت عليك على فكره. انا كمان. مفيش امل تخرج من هنا خالص؟ بتهزري صح؟ بعد المصايب اللي حصلت دي كلها اكيد هخرج اشوف لي اي حاجه تلمني. هبقى خلي داليا تكلمك وتظبط معاك عشان نتقابل. ماشي. طب يلا عشان اتاخرتي يا داليا. يلا. يا ست الكل. يعني ايه هربت منك؟ تقب وتغطس وتجيبها من اي حته حالا، فاهم؟ اخبيها. ما قلتيش يا مدام على فين ان شاء الله؟ الله، مش عارفه ده بقى اسم حي ولا شارع؟ هتهزر؟ خليك ماشي لحد ما اقول لك، وبقى على جنب كده اقف عشان عايزه اركب قدامي، ما بحبش اركب ورا. ماشي. صباح وقشطه بالصلاه على النبي. داليا ازيك؟ ايه الاخبار؟ جبتي الحاجه ولا ما جبتيهاش؟ قولي لي ان جبتي الحاجه عشان لو ما جبتيهاش انا هتضايق قوي 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 على فكره. دقيقه واحده بس هخش الحمام مره. استنى. بقول لك هخش الحمام وانا هكت. قول لي الاول، انت عارف ان صاحبتك اتجوزت نديم فخري؟ عرفت ليه بتفكريني؟ ها؟ ليه بتفكريني؟ انا بصراحه المود بتاعي زي الزفت من ساعه ما عرفت. وعلى فكره صاحبتي دي هو اللي في الايجنسي بتقول لي ان هي عايزاني ارجع الشغل. هعمل ايه انا دلوقتي؟ ممكن تسيبي ايدي عشان اخش الحمام؟ صح.
احمدك دي بوظت لي كل المشاريع اللي في دماغي. ايوه، ما انا بوظت لي المشاريع اللي في دماغي انا كمان على فكره، مش انت بس. بعد اذنك. أنا هنا. حبيبتي محتاج 250,000 جنيه بكره. قولي لي انك جبتي الحاجه عشان لو ما جبتيهاش انا هتضايق قوي. مريم فين؟ مريم ايه اللي هجيبها هنا؟ انا ماليش علاقه بمريم. نديم ما يعرفش خالص إن في حاجة في حياتنا اسمها ليسي. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها، ايد واحدة ما تنفعش.